أهلا بيكم في المحفظة. سؤال مهم نعرف الإجابة عليه. هل إحنا فقراء؟ أيوة يا أستاذة اللي بتفكر دلوقتي في إجابة السؤال، أو الأستاذة اللي محتارة في الجواب، أو أنت يا عم الحاج اللي شعرك بيض من اللي شفته في الدنيا. هو إحنا فعلا فقراء ومحافظنا فاضية، ولا الحمد لله زي ما بيقولوا مستورة؟ عشان نجاوب على السؤال ده بكل صراحة، كل واحد مننا هيفكر دلوقتي هو معاه في محفظته كام، ومحوش قرشين على جنب ولا لا. ده في ناس اكتشفت دلوقتي إنها مش محوشة حاجة خالص. طب نحدد ده إزاي؟ في استطلاع عملته مؤسسة اسمها كارل شواب بيحدد إذا كنت انت غني ولا لا. الاستطلاع ده اتعمل على الامريكيين بس، ولكن احنا هنقيسه علينا احنا المصريين. بس قبل ما اقول لك نتيجته تعال اقول لك مين المؤسسة دي الاول. بص يا استاذ، المؤسسة دي اتأسست في أمريكا يوم عيد العمال سنة 1975. طب هي بتعمل إيه؟ ببساطة هي ليها كذا دور. واحد، هي بتبقى زي الوسيط أو زي السمسار بين الطرف الأول والتاني في أي حاجة، وبتقدم خدمات برضه ليها علاقة بالبنوك. ده غير إنها بتقدم استشارات ونصائح خاصة للمستثمرين. نرجع بقى للاستطلاع اللي بيقول إن الأمريكيين علشان يقدروا يقولوا على نفسهم إنهم أغنياء لازم تكون ثروتهم حوالي 2 مليون و200 ألف دولار. طب دول عاملين كام بالمصري؟ بحسبة بسيطة كده هنضرب ال 2 مليون و200 ألف دولار في 30 جنيه و80 قرش، هيطلع لنا 67 مليون و760 ألف جنيه. لو قسنا على نفسنا الكلام ده، فأي واحد مصري علشان يقدر يقول على نفسه إن هو غني لازم يكون معاه أكتر من 67 مليون جنيه. طب لو جينا بقى للستر وإننا عايشين بالستر، هنلاقي الاستطلاع بيقول إن الأمريكي علشان يقدر يقول على نفسه إنه عايش مستور لازم تكون ثروته مش أقل من 560 ألف دولار، اللي هم بالمصري 17 مليون و248 ألف جنيه. بعد الرقمين دول فكرت يا أستاذ أنت غني ولا عايش مستور، ولا ما حصلتش ده ولا ده؟ طب وأنت بتسمعني كده هتفكر أكيد هو مصر فيها قد إيه أغنياء وفيها كم واحد مستور. تعال بقى أقول لك المعلومة دي من تقرير الثروة في أفريقيا اللي صدر السنة دي عن سنة 2022. بصوا يا أساتذة، مصر فيها 16 ألف مواطن ثروتهم أكتر من مليون دولار، و54 واحد ثروتهم معدية ال 100 مليون دولار، و8 مواطنين بس من ال 105 مليون مصري ثروتهم أكتر من مليار دولار. دلوقتي بعد ما قلت لك الاستطلاع بيقول إيه وتقرير الثروة في أفريقيا قال إيه عن المصريين، أنا هسيب كل واحد يحسب هو محتاج كام سنة عشان يبقى مستور، ومحتاج كام سنة عشان يبقى من الأغنياء. طبعا يا أستاذ أنت هتحسبها على دخلك، فطلع ورقة وقلم واقعد اضرب واجمع وعيش، وهستنى أعرف النتيجة منك في الكومنتات. وبما إننا بدأنا علشانكم فحابين إنكم تشاركونا الأفكار بمقترحاتكم، واستنونا في حلقة جديدة من المحفظة. إلى اللقاء.